ازيكم عاملين ايه؟ الطبق ده من اختراعي. لو حد اصلا كان عمله قبل كده فانا والله ما شفته. الطبق ده انا طول عمري بعمله، بس الحاجة الوحيدة اللي انا زودتها عليها النهاردة ان انا عملت صوص الجبنة في البيت. طبق سهل وسريع وصيفي. هنحمر شوية بطاطس وحتتين فراخ بانيه. طبق مفيش اسهل منه في الصيف مع سهرة بقى. وعلى فكرة تقدروا تحطوه في سندوتشات وتاخدوه معاكم البحر، تاخدوه معاكم وانتوا نازلين الشغل، نازلين النادي. بجد حلو جدا وبيشبع جدا. هنحمر بطاطس وخلاص. بعد ما حمرنا البطاطس هنحمر بانيه حتتين كده. انا عايزه اقول لكم ان الحتتين دول وشويه البطاطس دول هيعملوا طبق كبير جدا، والله فردين ياكلوه واكتر كمان. وبعد ما نحمر البانيه هنعمل بقى صوص الجبنه. صوص الجبنه سهله قوي يا جماعه، مفيش اسهل منه. اعملوه في البيت بدل ما تشتروا جبنه او صوص جبنه من بره. هنعمله مع بعض هيبقى حلو قوي. بصوا، حته زبده وعليها معلقه دقيق، تمام، كانكم بتعملوا بشاميل، بس حته زبده واحده وعليها معلقه دقيق واحده، تمام. وبعد كده بنكون محضرين جايبين جبنه شيدر، صفرة او حمرة من عند اي سوبر ماركت، حبة صغيرين، يعني ب50 جنيه ولا حاجة. هيكفوا الموضوع وزيادة كمان، هيعملوا كمية كبيرة جدا جدا جدا. بصوا، هندوب معلقة الدقيق مع الزبدة وهننزل معاهم بالجبنة، نحاول نسيحها كده. وعلى فكرة لو حسيتوا ان هي مخرزة او او مكلكعة، انا عايزاكم ان انتوا تدوها ضربة في الخلاط. لو حسيتوا ان هي تقيلة قوي خففوها بشوية لبن، تمام. دلوقتي انا حطيت الجبنة اهو، هحاول اسيحها كده شوية بس مع الدقيق والزبدة قبل ما انزل عليها بكوباية اللبن. سهلة وبسيطة والله، واعملوها في البيت. هتكفي معاكم في اكلات كتير قوي، وممكن تشيلوا الباقي في التلاجة عادي. ولو حسيتوا ان هو تقل وهو في التلاجة طلعوه فكوه بشوية لبن وادوله تسخينة كده على النار، هيفك ويبقى زي العسل. بصوا الجمال. خلاص الجبنة بتدوب اهي مع اللبن. هسيبهم كده ياخدوا ويدوا مع بعض لحد ما كده صوص الجبنة يتقل، ونحط لهم ملح وفلفل. عندكم رشة بابريكا تمام حطوا لهم، ما عندكوش مش مهم، الملح والفلفل هيطعموها ويخلوا طعمها تحفة 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 تحفة. والوصفة دي انا بقطع معاها شبت وبصل. بصل متقطع جوليان كده او متقطع مكعبات صغيرة مع حزمة شبت اهو. حط الشبت والبصل على البطاطس وقلبهم كده تقليبة كده حلوة مع بعض، تمام. وحط لهم انا كمان ملح وفلفل يعني عشان برضو الطعم يبقى حلو. ماشي. بصوا، والله العظيم سهلة 10 دقايق. كل ده في 10 دقايق. بصوا الطبق اصلا طلع قد ايه، يعني فردين ياكلوه ويبقوا عايزين حد كمان يساعدهم. ودي حتتين البانيه قطعناهم شرايح حطيناهم فوق الطبق، وننزل بقى بصوص الجبنة. غرق جبنة يا جماعة، بس حط جبنة وفرحينا على رأي إسلام فوزي. حطوا جبنة وفرحونا. يلا بينا. بجيب صوص الجبنة اهو وهنزل بيه. اللي عايزه اخف من كده، انا كنت عايزاه تقيل، اللي عايزه اخف من كده يخفف باللبن يا جماعة ويدي لحد ما يوصل للقوام اللي هو عايزه. بصوا الجمدان، بصوا الطبق شكله عامل ازاي. والله العظيم لا يقاوم، بجد لا يقاوم. ولو عايزينه احلى واحلى كمان، ولعوا فحمة وغطوه. حطوا الفحمة حطوا عليها شوية زيت وغطوه، وريحة الفحم بقى معاه بتقلب الدنيا. بس انا من الجوع ما حطيتش الفحم. بصوا رهيب 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 رهيب، وبألف هنا وشفا.